الجزء الخامس من معالجات ب 800 جنيه لحد 40,000 جنيه. اعملوا لي فولو عشان نفسي اوصل 10,000 اخ واخت. يلا بينا. النهارده معانا من 12,000 لحد 15,000 جنيه. يا ترى هيجيبوا ايه؟ واول معالج معانا هو الرايزن 5 9600 اكس، اخر معالج لشركه اي ام دي. 6 كور 12 ثريد، الثابتين عند اي ام دي ما بتغيرهمش ابدا، و32 ميجا كاش، وسرعته 5.4 وبيكسر سرعه كمان. جامد جدا للالعاب وملوش منافس في سعره الصراحه، ب 12,400 جنيه جديد. المعالج اللي بعده بقى اي 7 12700 كي. انت اخيرا سمعت اي 7 في السلسله دي، بس لو ما فيش خالص اي 7 حلو غير بقى الجيل 12. حرفيا اي جيل تحت الجيل ال 12 اوعى تجيبه، عندك بدائل افضل كتير في الاي 5. المعالج ده بيجي ب 12 كور و24 ثريد، وسرعته 5.0 على التربو بوست، وبيكسر سرعه كمان. بس انا رايي ان المعالج ده مكانه في الزباله. قول لي ليه؟ هرد عليك واقول لك بسبب ان في افضل منه وارخص منه كمان، وهو الاي 5 14600 كي اف ب 11,000 جنيه جديد وافضل منه كمان. لو عايز تعرف اداؤه ارجع للجزء الرابع. ما تنساش قناه اليوتيوب والتجميعه الجديده نزلت، الحقها بسرعه.